ان الراجل نردو حتى هو امراه. ايوا صافي نخدموا على هذا الشيء هذا. مرحبا بكم فيديو جديد معكم عبد العزيز. ان شاء الله اليوم جاي نشوف واحد ديال الدكتور معشوق حتى هو نيس على كل فيديو اللي كنخرج على الدراري رطيطبين. المهم عاد جبدوا لي داك الشيء عاوتاني عطاهم ولا شي دور. هما اللي تسقاو نشوف الفيديو نشوفوا بلان كيفاش. ما بقيتيش تعرفوا لا هو ذكر ولا انثى، ما بقيتيش تعرفوا في الباسو لا واش هذا راجل، واش هذا مشروع راجل، واش الولد حرش ولا ماشي حرش. كلشي مثل الاغلبيه طالع رطب بزاف رطب بزاف. واش ما فهمتش واش حيت يوضح لنا واش تكلمتي مع شي واحد فهضرتو ولا الباسو ولا بلا هضره بلا غير تشوفي بعينيك. ما بقاش تبان لك الرجوله في الاطفال. كنهضر عموما ما كتبان لكش ذاك الولد حرش. الولد حرش اللي غيطلع اللي ما عرفناش من زمان غادي يكون. دكتور هذا التصريح لقى واحد التفاعل كبير، مواقع التواصل الاجتماعي الناس كيبارطاجيو، عجبهم الحال، تحفظوا. سؤالي هو شنو هي الحاجه اللي ضراك دكتور جمال في بالضبط هذه الظاهره اللي ولينا كنشوفوا؟ كاين اللي كيقول ان الدكتور محمد جمال معتوق باغي ذاك النموذج التقليدي ديال الرجل والمراه يبقى، وهاد الاختيارات الحاليه اللي هي حره هو ضدها. واخا غادي نرجعوا هذاك الشكل التقليدي ديال هذه 40 50 60 عام كانت خلق لنا مشكل في المجتمع. كان عندنا مشكل، كان عندنا الطلاق لان اليوم، كان عندنا الصراعات لان اليوم، كان عندنا العدوانيه اللي كاين بين الذكر والانثى اليوم. كانت عندنا هذه 60 عام. الم يكن هناك تكامل؟ الم يكن هناك ثراء وغنى بين الرجل والمراه؟ ما كتطرحوش على نفسكم سؤال تقولوا شكون اللي وصلنا لهذا الشيء هذا؟ واش حنا هذا الشيء ماشي مقصود؟ واش ما كاينش شي ايادي خفيه تشتغل باش تفكنا، باش تشتتنا، باش تخلي داك الشيء اللي عندنا حنا كيميزنا كمسلمين ضرب الباباه ثلاثه ونشتتوا ونرجعوا بحالنا بحال حتى هما الاخرين وبقى يتفرج يضحكوا علينا. ما حنا غربيين ما بقينا مسلمين. سمحنا في الاسلام ديالنا، سمحنا في الاخلاق ديالنا، سمحنا في القيم ديالنا، ورجعنا كنتشبهوا بما لسنا. فرنسيين تيقول لك يفو با جوي لو ريش كونط اون نا با لو سو. علاش كنظاهروا نديروا راسنا حنا منفتحين وحنا غربيين وحنا ما تيمنعش اذا كنت انا عندي اصل ديالي وتمسكت بالتقاليد ديالي وبديني وبقيمي وباخلاقي وبمغربيتي وانفتحت على العالم. ملي تتكلم لك على المراه وتنقول لك المراه، علاش ما تكونش عندنا جرأة اليوم كسياسيين حكومه تقول انا بغيت ننقذ الاسره؟ كي غادي ندير ننقذ الاسره؟ بغيت الام دوز اكثر الوقت مع وليداتها مزيان، فعاود لي غتخرج هي في 8 الصباح كتجري معاهم، ما كاين فطور مقاد، ما كاين لباس مقاد، كلشي مرون، كلشي مرون. يا عندك هاد الصوره كتبان لك الصباح، يلا سلبه، يلا صافي سال 12 سال 2 كلشي هكا مزيان. علاش ما نخليهاش تخرج حتى ل 10 النهار؟ قلتي يا لاله فطري وليداتك وفطري على راسك وقادي لي راسك انت وشوفي شنو خاصك، وبشويه عليك ل10 غتمشي تخدمي، في 4 في 3 تدخلي لي 8 الليل و9 عاد تدخلي انت والراجل قد وهو كيمشي يهز جهاز التحكم عن بعد في التلفازه وانت تدخلي للكوزينه. كيفاش بغيتي تكوني انت مرتاحه؟ انت داخله من 8 الليل قد ودخلي للكوزينه غتكوني مرتاحه؟ كي غادي ديري تمتصي هذاك الضغط اللي هو كيجيب هو واللي كيجيبوا الاطفال واللي كي غديري فين عندك؟ قال له كحز، قال له الدار الحمار قصير. ما عند المراه فين تكحز؟ طايبه على برا في الخدمه، جايه في الدار طايبه، غتهضر معاها كلمه جوج الله يخليك تطلقوا سالينا ما طلع لي والو. شنو طلع لي منك؟ خدامه على برا، داخل خدامه عندك متعلمه في الدار. اشنو غيخرج لي كاع من هذا الشيء هذا؟ ما عندي حتى شي حاجه من هذا الشيء. الله يخليك خليني نمشي بحالي وحدي. رفعت الجلسه، انتهى الامر. هذا الشيء كان عندنا هذه 60 عام. دابا نتوما فرحانين بهذا الشيء هذا اللي كتقولي لي انا في الحقيقه ما نبغيش نكون نشبه. هذه انا بالنسبه لي انانيه. اذن انانيه بالنسبه للمراه. قبل مني واحد الحاجه واخا نكمل من 10 حتى 4 العشيه تخدم مزيان، وماشي عندها اعاقه زعما الخدمه اللي خدمات ناقصه، لا، يبقى الاجر ديالها هو هذاك والترقيه ديالها هي هذيك، وتطلع فين ما بغات. كل ما طلعت، كل ما المراه كانت ناضجه عالمه فاهمه، كل ما اللي غادي يستافد الاول هو داك الزوج وداك الاسره، وبالتالي المجتمع. شي رابح. اذن راه ماشي المراه خصها تجلس في الدار شد عليها قابلي،
لا بغات سيدي تشتغل احد فتح لها المجال، ولكن ناخذ بعين الاعتبار الاكراهات اللي عندها. هي شخص استثنائي للمراه. غنرجعوا للرجوله، الاطفال ديال اليوم ماشي لازم يكونوا ذاك الطريقه التقليديه اللي انا كنشوفها ولا، ولكن راه الطبيعه ديال الرجل، الطبيعه ديال الذكر راه خصو يكون مرجل. واش عيب الله، واش دابا واش بغيتي تكوني انت في الدار، جالسه انت في الدار انت وراجلك وتسمعي الصداع في السطح ويقول لك طلعي شوفي شكون كاين، واش دابا هادي دابا ديريها؟ واش تقبلي الراجل يقول لك ديري هادي؟ وراه حنا هادشي غاديين لهادشي غاديين. راه هذيك البوطه اللي تكلمت عليها اللي غتنوضي تصاوبيها راه كتقولي الكفاءه، وانت تما راه كديري الفنون الحرب، طلعي وخليني جالس الدار خليك انت دابزه معاه. راه الراجل عنده التزامات، عنده مسؤوليه اللي ما اختارهاش هكاك، خلق الله هو اللي خصو يدير لذاك الاهل ديالو هكا. ومني كدير انت لوليداتك والمراه كدير هكا، المفروض انك كدير هكا، هذيك المراه كتشعل لك فتيله لداخل، ماشي باش تحرق لك الدار، كتشعل لك باش كتنور وكتقاد داكشي وكتقول لك انت كحوز هنايا انت دير هنايا وانت ونستمر والحياه تستمر. بغيتي تخرجي تخدمي خرجي خدمي، ولكن شنو هو الاساسي عندنا؟ هي الاسره، اللبنه الاساسيه ديال المجتمع هي الاسره. المجتمع ديالنا واحد النقد وبغيتك، هو ماشي نقد، هو فقط فكره. من قبيله وانت كتحدث ما هضرتيش كاع على تقاسم شي اعباء الرجل مع المراه. مثلا هضرتي على ان المراه مطحونه برا والداخل، علاش واش كندخلوا لداخل بجوج ما كنتعاونوش بجوج؟ وما غيبغيش الراجل، حيت الراجل الظروف تغيرت وهو ما باغيش يتغير، اذا ما غيتقدمش تنازلات. علاش ما يقدمش تنازلات؟ ما يقدمش تنازلات حيت ورث. اذا هنا فين خصنا على هادشي خصنا نخدموا ان الراجل نردو حتى هو امراه. ايوا صافي نخدموا على هادشي هذا صافي. لا ماشي ديال الفكره دكتور، الفكره هي ان وعلاش ما نخدموش على الحاجه اللي جربنا هذه 60 عام وكانت ناجحه؟ علاش ما نخدموش؟ علاش بغيتوا تجربوا شي حاجه اللي المراه الراجل تحولوه؟ لا ماشي يتحول، شنو؟ وانما يقبل انه يبدل بعض الممارسات اللي ما غتنقصش من رجولته. بحالاش؟ بحال مثلا انه يساعد المراه. واين العيب انه يساعد المراه انه يغسل الماء ولا يطيب الغداء؟ ما كاين حتى مشكل. بزاف د الرجال كيعتبروها عيب ونقص من الرجوله. هادشي اللي بغيت نقول لك، حيت كل المراه يعني التربيه ديالنا خص يدخل فيها، وهادشي ما كانش شحال هادي مع الاسف. اجي الا قدرتي الا طيبتي بحال اللي غنطيب انا نتحداك. يلا انا ولادي الذكور كيطيبوا حسن من اختهم، ماشي ضد انك تدخل الكوزينه او تشتغل او تعاون المراه، ولكن راه كل واحد خصو يبقى عنده دور وخصو يكون عارف الاهميه ديال ولكن الى المجتمع، حنا في مجتمع راسمالي ليبرالي غيرنا ما هو ماكرو، اذا اوتوماتيكمون داك الميكرو تا هو غيتبدل. لا غادي نبعدوا على الهويه ديالنا، ما خصناش نغيروا. اذا خصنا نقاوموا. الحلقه المفقوده هي المحبه. باش كتكون المحبه نقدر نقوم بادوار كثيره ونتسامح معاك وانت كذلك. ما عرفتش انا هذه فكرتي بكل شي. دابا كيفاش كنهضروا على هادشي هذا اللي كيفاش كان كيقيسنا. واضحه الفكره دكتور؟ بصراحه الهضره ديال الدكتور معتوق باينه، فهمتي، حيت كاع تعلق عليها. بالنسبه لي انا مع السيستيم اللي كيقول، مع الطريقه اللي كيدير، كتجيني انا احسن. تا وليتي دابا وليتي. المهم ما تنساوش تخليو لي التعليقات ديالكم في الفيديو، قولوا نتوما واش مع الدكتور معتوق ولا ضدو وعلاش. المهم شي كاع في الفيديو كان معكم عبد العزيز، بيس.